الوداد البيضاوي إخواني الكرام هذه المرة سيواجه نيروبي وذلك برسم الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم. إخواني الكرام أخواتي الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في حصة موجز أخبار الكرة الوطنية والإفريقية. الوداد الذي يحتل الصدارة رغم الهزيمة في الجولة الرابعة. الوداد اليوم في الصدارة بتسعة نقاط متبوعا بمانيما في الرتبة الثانية بتسعة نقاط كذلك. أما عزام فهو يحتل الرتبة الثالثة بست نقاط متبوعا بنيروبي في الرتبة الأخيرة بصفر نقطة. الوداد البيضاوي قبل ذلك يا إخواني الكرام، إذا كنت جديد معنا في القناة لا بأس ما تبخلش لنا بالضغط على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد قناتنا المتواضعة. وكذلك محتاجين لايكات من أيديكم الكريمة فضلا وليس أمرا. إذا الوداد البيضاوي في الجولة الخامسة سيرحل لمواجهة نيروبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية في أمسية يوم الأحد 8 من هذا الشهر ابتداء من الساعة 2 ظهرا، وتنقل المقابلة على قنوات بين سبور HD 3. شكرا على وفائكم، إلى اللقاء.